أهلا بكم معنا في حلقة أخرى من برنامج مسارات إبداعية. ضيف الحلقة لا يحتاج لتعريف. أظن أن كل المغاربة يعرفون من هو الفنان المتميز محمد الشوبي. أهلا بك سي محمد. أهلا وسهلا. بداية، بما أن رمضان قرب، عندي واحد السؤال بخصوص رمضان. أنت قررتي منذ مدة باش تنقاطع على السيتكومات ديال رمضان. واش هذا القرار مازال ساري مفعول ولا عدتي فيه النظر؟ بطبيعة الحال أنا قررت أنني ما باقيش نشتغل في الأعمال الرمضانية ككل، اللي فيها سرعة، فيها تسريع الوتيرة، فيها ما كتاخذش الوقت ديالك، ما كتاخذ حتى شي حاجة، حتى الكتابة كتكون ضعيفة، كيكون كل شيء ضعيف. إذن أنا بالنسبة لي السيتكوم هو واحد الفضاء، واحد المجال في الاشتغال اللي كيتطلب بحال المسرح. كيخصك تدرب واحد 20 يوم ولا 30 يوم، عاد تجي تبدا تتصور، عاد تحط لك الاشياء كيف خصها تكون، بمعنى لي تكست خصهم يكونوا مصاوبين، كل شيء خصو يكون مصاوب من قبل، لانه السيتكوم جات من المسرح. سيتوياسيون كوميك جات من المسرح اصلا، هاد لي زاميريكان اللي هما المبدعين ديال هذا النوع. اذن الا بغينا نشتغلوا عليها خصنا نشتغلوا عليها بجديه وبحرفيه. الا بغينا نشتغلوا عليها بهذه الطريقه اللي كيشتغلوا بها دابا الاخوان في المغرب منذ سنوات، هي انت كنشوفوا النتيجه، وانه تنقلبوا على اضحاك الناس. الور هو خص الناس يضحكوا من لا سيتوياسيون اللي درنا، ماشي نضحكوا، ماشي نتعوجوا، ماشي نسميو راسنا شي سميات ما عندها قيمه، ما عندها لا في الحقل الدلالي ولا في الحقل الاجتماعي ولا في حتى شي حقل. كتلقى تسميات بليده بهذا الشكل هذا. اذن هنا فاش انا قررت بانني السيتكومات بعدا ما نقيسهمش، والا كنت غنشتغل في شي عمل رمضاني نشتغل فيه بشكل رصين وعلى بعيد، وباش نزيدوا الفنيات ديالنا. من الأعمال الرمضانية اللي غادي تظهر فيها في هذا رمضان المقبل مسلسل عين الحق للمخرج عبد السلام القلاعي. الاشتغال ديالك مع القلاعي كان دائما إضافة في مسارك وفي مساره هو. كيفاش كتنتظر أن هذا المسلسل، واش كتنتظر أنه غيشكل إضافة نوعية للأعمال الدرامية المغربية؟ اظن ان هذا المسلسل، لانه كما قلت لك اشتغلنا بالصيغه الحرفيه القويه المتينه. الكتابه، التشخيص، الاخراج، الديكور، الاشياء دازت في المقومات الحرفيه الكبيره ديالتها. اذن بالنسبه لنا هذا المسلسل غادي يدير قطيعه مع جميع المسلسلات السابقه. علاش؟ لانه غتكون واحد القفزه نوعيه في تاريخ الدراما المغربيه، لانه قربنا بهذا المسلسل هذا على حسب الاشتغال اللي اشتغلنا فيه، قربنا من الكتابات القويه اللي كاينه عند مصريين، نجيب محفوظ، عند بزاف ديال. كتحس بان الشخصيات حتى هما نابتين من التربه المغربيه الحقيقيه. ماشي بحال كيف كان عمل واحد الوقت وجع التراب كان عمل واحد القفزه ديال شفيق السحيمي اللي كنحييه من هنا. كان عمل واحد القفزه في تاريخ الدراما بالشكل اللي اشتغل به، انه شخصيات مغربيه من تربه مغربيه بطرق حوار وحكايات مغربيه ما فيهاش تصنع. الور كو بزاف ديال المسلسلات اللي دازت عندنا ما عندهاش علاقه بالمغرب، ما عندهاش علاقه حتى بالمجتمع المغربي. هنا كتقول فين كاين العيب؟ واش في الكتابه؟ واش في التمهل باش تصاوب تصنع واحد؟ حيت صناعه الدراما تصنع. الدراما ماشي فقط غير غادي نجيو نقشبوا مع بعضياتنا ونمشيو، لا، فيها الجانب الابداعي وفيها الجانب الصناعي. بمعنى كاين الحرفه وكاين الابداع، كاين المهنيه وكاين الخلق، وكاين ديك التمرس في التعامل مع الشخصيات، مع كل شيء. حيت هنا كنوليو كنحترموا الجمهور، كنعطيوه ذاته، كنعطيوه داكشي اللي كيتمنى هو، كنعطيوه يشوف راسو في المرآة، وميم طون يحاسب الاشياء، الاوضاع اللي عنده
ويقلب على كيفاش يحورها وكيفاش يحولها وكيفاش يرتب اموره وكيفاش ماشي يبقى. حيت حنايا بحال كنعطيوه في بعض المسلسلات وبعض الوقائع اللي كتدوز في الدراما المغربيه، بحال كنعطيوه تنقول ليه هاك هاد الشيء راه ديالك وراه انت هكا داير وبقى هكاك احسن ليك. لا، كيخصو يطور، كيخصو يشوف، كيخصنا نبدلوا ليه الرؤيه بزاف ديال الحوايج. وهذا علاش عبد السلام القلاعي يعني تميز بهذا المسلسل، وكنتمنى ليه التوفيق. كاملين كنتمناو له التوفيق من هنا. غير بالحديث على هذا الاشتغال مع القلاعي واشتغال وكترتاح تشتغل معاه هو كيرتاح يشتغل معك، شنو هو المشكل في الدراما وفي السينما ايضا؟ واش مشكل مخرجين، واش مشكل كتابه، واش مشكل يعني في بعض الاحيان كتجبر الممثل أو انت في هذا المثال انت كترتاح مع بعض الناس، وبعض الناس الاخرين حتى ولا درتي معاهم شي عمل ما كتكونش ارتحتي، ما كتكونش. اين هو المشكل؟ المشكل يعني في التعامل الحرفي المهني. يعني ملي كنشتغلوا مع بعض، ماشي كنشتغلوا عند الناس. عمر الواحد اللي كيجي يقول لك غادي تخدم معايا بحال غتخدم عندي، لا كاين فرق. انا غتخدم معايا هي انت حتى انت طرح يعني اشكالياتك، طرح حتى انت رؤيتك للاشياء، طرح رؤيتك لديك الشخصيه اللي بعض المرات حنا راه الشخصيات كلها هي حنا اللي كنرتبوها، حنا اللي كنعطيوها بالشكل ديالها، حنا اللي كنحتو، حنا اللي كنصاوبوا. ولكن المطلوب يعني داك مول اللي عطانا الشخصيه كنحاولوا ما امكن اننا نصيغوها ليه بالشكل اللي بغا، ولكن حنا اللي كنحتو، حنا اللي كنخدموا. اذا هنا هذا هو المشكل ديال الاشتغال مع المخرجين او لا مع المنتجين. حنا ما عندناش انتاج في المغرب، والمنتجين عندنا ماشي منتجين، ناس ديال كيشدوا الفلوس من الدوله وكيجيو يشتغلوا بها. ما كاينش شي واحد كيجي منفذين، منتج منفذ ولا لا سوتريتونس، يعني شركه ديال يعني خدامه عند شركه، حيت الشركه الوطنيه او لا السي سي ام هما الشركات الكبار، ولكن هذوك هي السوتريتونس، هذوك خدامين عندهم. اجي عافاك صاوب لي هذه، عافاك صاوب لي هذه. هذا هو الاشكال الكبير اللي عندنا. اذا هذاك المنتج غالبا ما تاخذ سيناريو مزيان، مثلا سيناريو كبير مزيان تحط في الدعم ومهم جدا، وكيبدا ينقص منه. علاش كينقص منه؟ على الكلفه الماليه. كيبقى يحيد ديكورات، كيحيد ممثلين ويجيب ممثلين اخرين، كيحيد ملابس ويدير ملابس اخرى، كيحيد مثلا ناس ديال الكاميرا، كيجيب ناس اخرين اللي سميتو، كيكمل دائما يعني بالناس اللي غادي يستغلهم واللي غيشيط موراهم الفلوس. كيفكر في المال اللي غيشيط اكثر مما تيفكر في الانتاج الابداع اللي غادي يعطي. هذا يعني كاين بعض من الناس، نقول الاغلبيه، ولكن كاين واحد البعض ديال الناس اللي كيشتغلوا على اساس انه يقدموا شي حاجه ويخليو روسهم نزيهين مع داك الكلفه الماليه اللي تعطاتهم، ونزيهين مع الناس اللي يشتغلوا معاهم، نزيهين مع الجمهور ونزيهين مع الجمهور. وكيبقى هذاك العمل تيبقى في التاريخ، تيبقى في الخزانه السينمائيه ولا في خزانه الدراما التلفزيونيه، كيبقى وكيولي هو نموذج من نماذج ديال الحرفيه وديال المهنيه وديال القوه ديال المبدع المغربي. لانه ملي كنبداو نفكروا غير في الفلوس ونفكروا غير في هذه الاشياء الفارغه وكنحيدوا السيناريوهات كنبداو نقزبوا فيها ونقزبوا في الممثلين ونقزبوا في كل شيء، اش كيولي داك العمل يعني بحال بغينا غير نتفكوا منه ونخليو شويه ديال الفلوس. اذا داك العمل تيولي افيمير، زائل دائما الى زوال، واخا يبقى في ليماج، واخا راه باقي في ليماج، وكيولي عار على هذاك السيد علاش دار هذاك الشيء. كيبقى يشوفوه هو نيت من بعد ويقول كون غير كملت، كون غير درت هذه الحاجه، كون غير صاوبت هذه الحاجه. وانا هنا كنحيي مجموعه ديال المخرجين اللي كيشتغلوا بهذه المهنيه وبهذه الحرفيه، منهم عبد السلام القلاعي، منهم كمال، منهم فوزي بن سعيدي، منهم نور الدين الخماري، منهم واحد المجموعه زعما اللي كتحس بها ان ملي كتشتغل يعني باغي الخدمه، باغي داك العمل يوصل، ما بغاش الفلوس فقط. هما عندهم الفلوس
لاباس عليهم ولكن باغيين يديروا شي حاجه، يضيفوا شي حاجه. كاينين الناس اللي الله يحسن عوانهم، بالنسبه لهم هذا غير واحد المجال اللي فيه شويه ديال الفلوس وخصهم يشدوا منه حتى هما، والوزيعه وتقسم الكعكه وصافي. سي محمد، كيفاش كتشوف وضع السينما المغربيه حاليا؟ واش ما متفقش معايا بانها تراجعت في هذه السنوات الاخيره، في السنتين والسنوات الاخيره، من ناحيه الكيف، الناحيه الفنيه؟ بطبيعه الحال، لانه انا كنقول كنت دائما مع الكم. علاش؟ لانه الكم كيخلق لنا يعني تنوع، وكيعطي لكل ذي حق حقه. كاينين الناس اللي ضعاف، كاينين وباغيين يطوروا راسهم، حتى هما خصهم يكونوا. ولكن كاينين الناس اللي قويين وغاديين يعني غاديين بالعمل السينمائي من قبل. دابا حاليا شنو وقع بحال زعما تراجعنا على داك الكم، وحنا نتراجعوا على الكيف، لانه كان تيتيح لنا داك الكم، تيتيح لنا واحد 3 ولا 4 ديال الافلام على الاقل قابله للمنافسه، وقابله لانها تشاف، وقابله لانها تخرج تمثل المغرب على برا، وتمثل المغرب في مهرجانات دوليه وقويه. يعني هنا كتقول فوالا هاد الكم كان تيعطينا هاد الامكانيه. دابا ملي نقص الكم ولا كيعطينا غير داكشي اللي كاين، وعاد اون بليس ولينا فتحنا المجال لواحد المجموعه ديال، فتحنا للناس التلفزيونيين انهم يدخلوا في العمليه الابداعيه. والناس ديال التلفزيون كيتعلموا واحد الخدمه، واحد النوع ديال الشغل اللي ما عندوش علاقه بالسينما، ما عندوش علاقه بالسينما اطلاقا. داكشي علاش ولينا كنشوفوا افلام تلفزيه في المهرجان الوطني ديالنا ديال طنجه. ولينا كنشوفوا يعني واحد ماشي رداءه، واحد اسفاف في التعامل مع الماده الدراميه ومع الماده السينمائيه، لدرجه انه حنا باقيين كنقولوا حنا ما عندناش سينما مغربيه، حنا عندنا افلام مغربيه، ما عندناش سينما بالشكل ديال بازوليني ولا بالشكل ديال ايطالي ولا ايراني ولا شي حاجه. ما عندناش هذه التوجهات، لانه حنايا بعاد على اننا نجمعوا يعني الرصيد ديالنا الثقافي والفكري كله هو في الاعمال الابداعيه ديالتنا. حيت ملي كنقولوا يعني مدرسه سينمائيه فيها التشكيل، فيها الديكور، فيها الكتابه الروائيه، فيها بزاف. غير العلاقه بين الكاتب الروائي والسينمائي، هاد المده عاد ولات كتصاوب شي شويه. من قبل ما كان تيجي واحد المخرج لانه باغي سميتو حيت معروف، او لا حيت عنده لا كارت ديال بروفيسيونيل، كيجي كيكتب سيناريو نامبورت كوا، ما فيه حتى شي حاجه، خاوي، وكيجي ولا تياخذ في ديفير من شي مجله ولا جريده وتيكتبوا، وتيجي وكيعطي السيناريو وتيقول لك انا سيناريست. حتى داك السيناريو كيدوز حتى هو من الطريق المعهوده اللي معروفه، بالطرق الملتويه اللي معروفه، وكيدوز وكيجي وكيتصور داك الفيلم، وكتخرج ليه واحد الميزانيه معينه، وكيتخاد من ديك الميزانيه ديك الفلوس اللي خصها تبقى، والفلوس الاخرى اللي غادي، وكاين اللي هذا الشيء اللي كيوقع. اذا ما كانش كتابه، ما كاينش رؤيه موحده، لانه لي كورون يعني فيلوزوفيك ولا لي كورون يعني الفكريه، كاع المسارات الفكريه اللي كانت فيها مجموعه ديال الناس مجتمعين، كان بحال شي جروب مجموع كامل. انا نقول لك واحد المساله كانت وقعت في البدايات ديال الستينات، يعني في نهايه الستينات بدايه السبعينات، هو انه انفاس تجمعوا فيها مفكرين مثقفين، سي محمد شبعه سميتو بانتر، عبد اللطيف اللعبي، واحد المجموعه، نور الدين الصايل، حميد بناني، بزاف بهم كانوا ناس اللي كيشتغلوا على واحد المفهوم فكري، على واحد التصور فكري معين اللي عطانا وشمه. لانه وشمه راه نتاج، ماشي فيلم جماعي، نتاج ديال الفكر، ديال الثقافه. جا موراه السراب ديال البوعناني، جا موراه بزاف ديال الافلام اللي عطاتنا هذاك لو كورون، عطانا شي حاجه. من بعد تفرق هذاك الشيء، ملي تفرق داك الشيء ما بقاش هذا الكورون. اذا شكون اللي كيشتغل مع شكون هما صحابك نتايا في سميتو؟ صحابك هما دوك اللي تيجلسوا معاك مثلا في شي قهوه ولا شي حاجه؟ لا، صحابك هما دوك اللي كيفكروا معاك،
اللي كيعطيوك كيجيبوا مثلا تشوف تمشي عندهم لا بانتور، تمشي عندهم الصالون دو ليفر، تمشي عندهم لهنا ويمشيو عندك هما للسينما، وكتشتغلوا على واحد المنظومه فكريه باش كتطوروا الاشياء. هذا علاش ما عندناش حنا سينما، على هذه المساله هذه. أستاذ محمد، كيفاش شنو هو الحل الان؟ السينما المغربيه فحال وصلت الان لواحد الطريق مسدود، اما يتعاد النظر في هذه الطريقه، طريقه الدعم، طريقه التعامل مع السينما، ولا غادي ما عرفتش يعني ما كنشوفوش شي افق يمكننا نجعلنا نتفائلوا بمستقبل السينما المغربيه. كيفاش كتشوف انت في اين هو الحل؟ انا يعني ما عنديش حلول جاهزه، وما يمكنش تكون عندي حلول وجهة نظر جاهز. من وجهه نظري كمشتغل في الميدان، طبعا انا من وجهه نظري يجب الاشتغال على الذات، يجب الاشتغال هاد المنتجين والمخرجين يشتغلوا على انفسهم هما بعدا اولا، باش يشوفوا اشنو بغاو، واش بغاو يعني اشياء خالده لهذا الوطن وتدعم المغرب في الصوره ديالته، باش ملي يمشي في حاله هذا السيد ولا هذه السيده تمشي في حالها، يعني يبقى هذا الانتاج هذا مستمر، او لا بغاو غير يعيشوا من هذا الشيء هذا ويمشيو في حالهم في الاخر، ويخليوا لولادهم شويه ديال الفلوس وصافي صلاح النبي. هذا هو يعني السؤال الاساسي اللي كيخصو يطرحوا عليهم هاد الناس اللي كيتسموا مبدعين. يعني اشنو بغينا من هذا الابداع، اشنو علاش كنديروا هذا، وينساو عليهم واحد المساله ديال الغرور ديال انهم راه فوالا راه انا خدمت 7 الافلام ولا 8 الافلام ولا درت هذا ولا انا مخرج كونفيرمي ولا ماشي كونفيرمي. هذه القضيه هذه راه لا تعني شيئا، لانه راه الدوره الاخيره للمهرجان الوطني للفيلم بينت بان مخرجين اللي هما مخرجين رواد داروا افلام شنو نقولوا عليها انها لا قدا لا على قدا. راه وودي الان راه شك فيلم تيديروا كيقول بحال غيبدا عاد غيبدا يكتب، عاد غيفهم الحياه، غيفهم العالم، حيت الحرفه عندك انت مخرج، عندك حرايفي كتعرف شنو هو الكادر، تعرف هذه، ولكن لا فيزيون كل مره كتجدد، وانت كشخص كانسان عايش في واحد المحيط معين، راه هاد الرؤيه ديالك كتبدل. اذا من تتبدل الرؤيه ديالك راه بحال يلاه بديتي تشوف رؤيه اخرى، بمعنى طلعتي صعدتي من واحد الرؤيه اللي كانت شي شويه قاصره او لا شي حاجه كيف شتيها نتايا لواحد الرؤيه اخرى اللي اعمق واللي اكثر تطورا. الور دوك اللي كيبقاو غير في السطح راه كيبقاو غير في السطح، لانه راه ساهل تصاوب فيلم، اسهل حاجه هي تصاوب فيلم، ولكن الصعوبه هي انه ترسخوا في الذهن ديال الناس، ترسخوا في العالم اللي نتايا كتشتغل عليه وكتشتغل فيه. هذا هو الصعوبه الكبيره. ماشي راه ساهل دير فيلم، راه كل واحد يقدر يدير فيلم، راه دي سينيفيل كانوا غير دي سينيفيل وراهم رجعوا مخرجين وكونفيرمي. ولكن واش كاين الرؤيه، واش كاين الوضوح في هذيك الرؤيه، واش كاين ترسيخ داك الفكره عند داك المواطن اللي غادي يشوف داك سميتو داك العمل. اذا هنا فين كاين الاشكال. انا كنقول لهم اشتغلوا على راسكم اولا، ومن بعد اشتغلوا بعضياتكم. راه مزيان ديروا انتاج جماعي، مزيان ديروا فيلم جماعي، مزيان تشتغلوا على بحال بدايه السينما المغربيه، بدايه السينما المغربيه. يعني اشتغلوا مع بعض، شمار ما الزريبه وما تحطموش بعضكم بعض. هذاك اجي نشوفوا هذاك خيناش دار، اجي نشوفوا هذاك خيناش دار، وبعض المرات كتوليو تخلقوا لهم حتى المشاكل داخل التورناج، تخلقوا لهم مشاكل في يعني ملي كياخذ الدعم بحال هو زعما سلك، وانت ملي ما خديتيش الدعم راه ما سلكتيش. وهذه القضيه ديال اللجان ديال الدعم وداك الشيء حتى هي كيخص يتعاد فيها النظر، تكون استراتيجيه وطنيه لاشنو بغى التوجه اللي بغاتو البلاد ثقافيا وفكريا. السينما مثلا هذه السنه او السنه الجايه او واحد 10 سنين او واحد 4 سنين، وكل 4 سنين نعاودوا نجدوا الرؤيه ونولوا نقولوا فوالا حنا هذا العام بغينا نديروا الفيلم التاريخي على المغرب. لي سيناري ارا سيدي عطيونا دوك السيناريوهات ديالكم كاملين اللي حول هذه المساله هذه، وغادي نوظفوها بحال كي داروا مثلا دابا مع القضيه الوطنيه، ولاو تيديروها بكلفه. لكن السي محمد اسمح لي نقاطعك، ما غندخلوش عاود نرجعوا لديك الموضات اللي كنا دخلنا فيهم شحال هذه. يعني
واحد اللحظه كانت افلام، واحد الموجه ديال الافلام على المراه، جات موراها موجه ديال الافلام على الاعتقال السياسي. يعني هنا كيصبح الابداع والسينما بالخصوص كيصبح بحال تابع لواحد سيغ كوموند، يعني شي واحد كيطلب منك دير شي حاجه. الابداع لا يتماشى مع هذا. لا، الغريب هو انه ديك الساعه ما كانت لا استراتيجيه لا والو. هاد الناس هادو غير بيناتهم، غير راسهم في الجلسات ديالهم قرروا انهم يديروا هذا الشيء. الدوله كانت التوجه ديالها المراه مع قضيه المدونه، الافلام ديال سنوات الرصاص مع المصالحه، الانصاف والمصالحه. يعني كان واحد التوجه ديال الدوله ماشي، والمخرجين عرفوا بان داك الشيء مطلوب بدون انه يطلب منه مباشره ومشاو فيه. يعني دابا القضيه الوطنيه، طبعا القضيه الوطنيه مهمه، لكن احنا شفنا دابا بعض الافلام داروا. انا اللي شفت بعد الافلام اللي شفتها كلها من غير واحد الفيلم قصير ريكلاج اللي مقبول. حتى الفيلم اللي شاركتوا فيه ديال المسيره من الناحيه التقنيه، من ناحيه فيلم جيد وترصدت له امكانيات كبيره، لكن من ناحيه المعالجه وبقى داك الشيء بسيط وماشي بالقيمه كاع القضيه اللي تناولت. يعني القضيه نعم، لكن كيفاش وباي كيفيه؟ لا، هي مساله ديال كي قلتي يا استاذ كريم، المساله ديال السير كوموند هي مرفوضه. نعم. مرفوضه اطلاقا. سير كوموند هذيك يمكن ديرها الدول الفاشيستيه اللي عندها واحد التوجه بروباغندا الاتحاد السوفيتي السابق. لا، مرفوض انه الا كانوا هاد الناس هادو اشتغلوا بالفعل على قضايا المراه ولا قضيه لانه تسفل لهم في ودنيهم ولا قالوا لهم لا فوالا راه غادي تاخذوا الدعم الا حطيتوا شي حاجه ديال المراه، معناه انه جبناء، كانوا جبناء. لانه انايا ملي كنجي نخدم واحد الموضوع كنخدمو انطلاقا من اشنو التريتمون اللي بغيت ندير انا لذاك الموضوع في حقيقته، في كونه، في تصوره، في كل شيء ديالو. ماشي غادي ندير سور كوموند ديال شي واحد من الدوله قال لي عرفتي دفع ليهم راه غادي يديروا على سميتو على لا بيدوفيلي مثلا في المغرب، راه بغاو غيدفعوا، راه كاينه منظمات عالميه وداك الشيء راه غادي تدفع حتى الفلوس وداك الشيء، يلاه دفع. هذا هنا تشفرت كتسمى، تيسمى الجبن الفكري، الجبن الثقافي، الجبن تل فلسفه الحياه ما كتقبلش بحال هذا الشيء هذا. الور هاد الناس هادو بحال كيوليو متواطئين مع مواضيع معينه ما عندهاش القيمه الحقيقيه ديالتها. اما انا قلت لك علاش مثلا استراتيجيه ما فيهاش راه غادي نصاوبوا غير هاد الافلام هادو، لا، فيها كل واحد يقدم الابداع ديالو، ولكن يعني التريتمون ديال المواضيع اللي مثلا احنا لحد الان ما كنعرفوش تاريخنا. مثلا هي مؤخرا هو قدم السي سهيل بن بركه الفيلم ديالو عاود قد فيه شي حويجات وداك الشيء وعاودوا كان ناض عليه ضجه الوقت اللي خرج هذاك الفيلم طبول النار نط عليه ضجه من طرف المؤرخين ديال المملكه، الناس ديال التاريخ، جمعيات ديال التاريخ. كان السي محمد الزنيبر الله يرحمه منهم، كانوا نددوا بهذاك التصور اللي عطاه هو في الفيلم. ولكن ها هو عاود فيه شي حويجات وحنا رجعنا دابا. هاد الشباب اللي جاي ما كيعرف حتى حاجه على معركه الملوك الثلاث، ما كيعرف حتى شي حاجه عليها، كيقراها بحال ديك القرايه ديال الابتدائي وصافي. راه واحد ثلاثه الملوك دابزوا هنايا وداك الشيء وماتوا وهاد المخازن وكانت معركه وغلبنا فيها البرتقيز وصلاه عنبي وصالينا، ولكن كيفاش الحيتيات وداك الشيء ما كاينش. اذن هاد المقاربات ممكن انها تقربنا من اشياء. تاريخ الدوله العلويه ما كنعرفوش تاريخ الدوله العلويه، كيفاش تاسست الدوله العلويه، ولماذا سميت العلويه، وكيف سميت العلويه، وعلاش شكون هو مولاي اسماعيل من اعظم الملوك ديال التاريخ ديال العلوي، يعني من اكبر الملوك ديالهم. ما كنعرفوش عليه شي حاجه، والراجل كان قوي جدا، كان عنده امتدادات حتى لاوروبا، وحنا ما كنعرفوا ليه حتى حاجه. يعني باش نقربوه للشباب، نقربوه للناس، يوليو يشوفوا الناس هذاك مولاي اسماعيل شكون هو. هاد الاشياء هذه يعني حيت حنا الذاكره ديالتنا فيها تاريخنا وفيها هويتنا وفيها الاشياء اللي بغينا يعني نشوفوا نفتخروا بها للامام، باش نقولوا فوالا حنا كنفتخروا بانه كان عندنا فلان ولا كان عندنا فلان. عبد الكريم الخطابي مثلا، شكون اللي قدر يشتغل عليه؟ حتى واحد ما قدر يشتغل على عبد الكريم الخطابي. يعني بزاف. محمد حسن الوزان شكون اللي يقدر يشتغل عليه؟ بنو بطوطه نيت نفسه
بن بطوطه اشتغلوا عليه بعض الناس، ولكن باحتشام وبسيط، داك الشيء غير حكايات عاديه. ما مشيناش لبن بطوطه الكونه ديال بن بطوطه شكون هو ولا كيفاش وعلاش مشى وفين مشى، واش طول الضر، واش داز بصح هو كان باغي يكون رحاله، واش 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 هاد الاشياء كلها هي. اذا غير هاد التاريخ هذا خص الدوله هي اللي عندها يعني الحق انها دير استراتيجيه في هذا الاطار ديال انه بعدا نعرفوا الشعب ونعرفوا الناس بوطننا وبتاريخنا وبهويتنا. عاد من بعد ديك الساعه راه كاينين الناس اللي عندهم تجارب اخرى اللي غادي يقدموها في اطار يعني ابداعي، تمشي لما هو فلسفي، تمشي لما هو فكري، تمشي للعمق ديال. ولكن او ميم طون حتى هذوك الافلام مثلا ديال الفاست فود، دوك الافلام حتى هي تكون صناعه سينمائيه خص يكون فيها غير هذيك انك اطالب هذيك ما تدعمش هذيك، مولاها يديرها لانه عارف راسو غادي يربح الفلوس، يديرها من فلوسه ويمشي يقضي الغرض. والدوله بعد غدا راه غادي تلقى مثلا سميتو، انا كنحيي سعيد الناصري اللي دار سميتو البانديه من جيبو، ودار ولد الدرب من جيبو، ولو انهم بعد كيقدموا ما بعد الانتاج كيقدم ما بعد الانتاج هو فركوس. هذاك ما بعد الانتاج ماشي اشكال لانه واحد المليون ديال الدرهم كيتعطى، هذاك المليون ديال الدرهم ماشي زعما شي حاجه كبيره اللي غادي تصنع فيه، راه غير كان بحال قلنا ليه شكرا ميرسي على هاد زدتينا ضفتينا شي حاجه في الخزانه الوطنيه في السينماتيك. دونك هنا كتولي هي مساعده، يقدر يعطيها ليه التلفزيون هذيك المليون ديال الدرهم. راه الا مشى قدم هذاك الفيلم التلفزيون غيعطيوه سميتو، يعطيوه مليون و200 ديال الدرهم ولا مليون و500 ديال الدرهم باش يصاوب تيليفيلم، ولكن غيصاوبوا بتيليفيلم ما غيصاوبوش اقل كلفه باقل سميتو، ويجيب غير الممثلين غير قضايا وداك الشيء الى اخره. هذا هو الاشكال. سي محمد، انت غنشوفوك في افلام ونشوفوك في افلام اخرى مع مخرجين ومع مخرجين اخرين. في بعض الافلام غتبان فيهم قوي، غتبان اكثر تمكنا من الادوار اللي كتاديها. واش كترد هذا للمخرج ولا ادارته للممثلين ولا دوره في الاشتغال ولا النش؟ بطبيعه الحال السي عبد الكريم كنردوا بالاساس لطريقه الاشتغال، لانه طريقه الاشتغال واخا يكون المخرج متمكن الا ما كانش كيعرف يشتغل مع الطاقم اللي معاه. حيت انا دائما كنوصف يعني الممثل المشخص الحقيقي بحال العود. عندك واحد العود مزيان، ولكن الا ما عرفتيش تركب عليه راه ما كيمشيش، راه كتعوج ليه كل شيء، راه ما كيعرفش شنو بغيتي. ها هو انت راكب على هذاك الحصان وغادي به، ولكن ما عارفش ليه. ولكن الا تعاملتي معه وعرفتي التعامل معاه راه كتطوعو وكيولي غادي بك، يوصلك فين ما بغيتي، يوصلك كيف ما بغيتي، ويوصلك مرتاح، ما يوصلكش معذب. هنا فين كاين الاشكال في الاشتغال. اذا ملي كندخل انا نشتغل مع مخرجين بحال مثلا مع كلاهي، مع كمال، مع العزيز سلمي، مع بزاف بهم، مع اليونسي، مع كنشتغل مرتاح، كنشتغل عارف راسي انه راه غادي نضيف شي حاجه. اون فوا كنشتغل مع شي حد اللي ما غنضيف معاه والو وتيحبسني على الاضافه، ملي كنولي مقيد ما كنبقاش نخدم، كنولي بحال غير راه سنيت واحد العقده وخصني نكملها وصافي. راه غير كون هذيك العقده حتى هي كون نقدر نخلص ليه دوك الفلوس، داك الجزاء، الشرط يعني الجزائي اللي غادي سميتو كون خلصتو ليهم شي فحال، غير باش ما نتعذبش. لانه ما عرفتش، ما كتحسش براسك كتبدا معاه، ما كتحس بالمشاكل تابعه هو، تابع العمل ديالو، تابع داك الشيء ديالو كامل. كتولي ما تقول ما غنبداش وما غندير حتى شي حاجه، ومن الاحسن نمشي في حالي. ولكن مع بعض الناس كنحس براسي انه بالفعل، لدرجه كنتخاصموا كنتغوتوا عبد السلام. راه شحال من مره تغوت انا وياه في البلاطو، لكن على العمل، ولكن على العمل، على الخدمه.
وكان في العشيه راه كنمشيو كلنا واحد الناس سميتو كنضحكوا، لان داك لو ستريس حيت المبدع الحقيقي اللي تيكون في البلاطو هو داك اللي تيكون عنده لو ستريس ديال العمل، ديال داك باغي يدير شي حاجه احسن، باغي يدير ما هو اقوى. واش قلت لك كيتطلب الوقت. حنا ملي كنخدموا في واحد الاشتغال داكشي مسربك راه ما كنديروا والو، ولكن في هذاك الوقت حيت كيخلينا نرتاحوا، كيخلينا نتنفسوا، كيخلينا نديروا بزاف ديال الاشياء، وكنفهموا من بعد الدور ديالنا كيفاش درناه. راه كاينين افلام اللي ما نقدرش نعاودهم لك، ما عرفتش جا نجبت فيهم كاع. سي محمد، واش ما كتشوفش معايا بانك مازال ما تعطاتكش الفرصه اللي خصها تعطاك في السينما المغربيه، خصوصا انك كنشوفوك في الافلام السينمائيه بالخصوص كتعطاك ادوار صغيره في الغالب، وان المخرجين رغم الطاقه ديالك اللي ممكن تعطيها مازال ما عطاوكش الفرصه ديالك في انه يعطيوك مساحات كبيره في افلامهم. لا اظن انه يعني الاشتغالات اللي اشتغلت كلها هي يعني كنشتغل على دور معين كيف ما بغى يكون صغير ولا كبير. كي قلتي ما كاينش ممثل كبير وما كاينش ممثل صغير، كاين دور كبير، كاين ما كاينش يعني دور كبير ودور صغير، كاين ممثل كبير ولا ممثل صغير. هذا هو الجانب. راه كاين اللي كتعطيه بطوله كاع بعض المرات وكيضيعها لك، كتمشي كتضيع وكتشوفها قدامك ضاعت، كتقول تيولي هذاك المخرج كيقول كون غير جبت فلان او لا فلان او لا فلان. الغالبيه ديال الافلام اللي اشتغلت فيها اشتغلت تقريبا بالاخص الافلام اللي قويه شويه واللي عندها حضور متميز اشتغلت بطولات جماعيه، يعني ما كانش بطوله متفرده يعني في الفيلم ككل، الا المخرج من بعد كيبغي هو ينقص شي حاجه ولا يزيد شي حاجه. يعني لا مع كمال لا مع سميتو هذا فوزي بن السعيدي لا مع عزيز السلمي مؤخرا، يعني واحد عبد السلام كلاعي، كتحس بانه راه حيت بالنسبه لي انايا دور ما لايقش خصو يتحيد من السيناريو اصلا، ماشي حتى التصوير عاد نحيدو، كيخصني نحيدو من اولا. علاش؟ لانه كيساعد في العمليه الانتاجيه، ما كنخسرش عليه، نجيب واحد السيد ونخلصو ونعطيه بزاف ديال الحوايج باش يشتغل، ما كنصورش دوك المشاهد اللي هي غير زايده اضافيه، كنولي نضيع فيها الوقت ونضيع فيها سميتو يعني لا بيليكول، نضيع فيها كاع داك الشيء اللي في التصوير. في المونتاج عاوتاني كنوقف عندها باش نحيدها تتولي عيب اخر. اذا الدور اللي ما لايقش من الاول كنراجعوه، لانه السيناريو كيتكتب، الناس اللي كتكتب السيناريو بصح راه 50 60 مره حتى 100 مره هو كيعاود الاشتغال وكيقول هذا واش لايق، هذا بلاش، هذا حسن، هذا كذا، وتيقراو معاه الناس وكيصيفط الاصدقاء ديالو وكيصيفط الناس اللي كونفيرمي اللي كيعرفوا شنو هو الكتابه السيناريو، كيشوف هذا هو الاشتغال اللي ما كاينش عندنا حنايا. اذا بالنسبه لي انايا ما كيهمنيش نكون بطل بقدر ما كيهمني تكون يعني نكون واحد يعني اللي لايق لهذيك الحكايه، اللي خصو يكون في ديك الحكايه، الا ما كانش الحكايه كتريب. هذه البطوله اللي كنحققها انايا داخل الافلام اللي اشتغلت فيها. الا ما حيدتي الشوبي مثلا واحد لا سميتو ما كتحيد ليه كتحيد بزاف ديال الاشياء، ماشي الشوبي زعما الممثل، الشخصيه الا حيدتيه يعني غيخلي تغرى، غيقول فين مشى هذا. وراه وقعت لينا في بزاف ديال الافلام اللي واحد الوقت كيزابيك المخرج في المونتاج ولا كيزابي شي حاجه وكتقول كيف وهذاك الشخصيه اللي كانت معاهم هنايا فين مشات، كيف وقع لها، كيفاش سميتو. يعني هنا فين كتكون القوه ديال الانخراط في واحد العمل، هي الوقت اللي تكون انت انديسبونسابل، يعني كيخصك تكون، الا ما كنتيش راه ما لايق والو، هذاك الشيء كله غيتلاح. هنا فين كتكون القوه انا بالنسبه ليا. ولكن حتى النوع الكتابه دابا حاليا ليا انا مازال ما كايناش، يعني طبيعه السن اللي سميتو هذا. كان الله يرحمه السي محمد مجد كيقول لي انت غيوقع لك بحالي،
تمشي توصل. قال لي ملي تا غادي تشرف بحالي عاد غادي يهتموا بك وغادي يردوا لك البال وعاد غادي يبداو يكتبوا عليك، غادي يكتبوا الافلام اللي انت غتلعب فيها. وبالفعل السي محمد مجد راه ضاع فيه المغرب بزاف، وبزاف الممثلين منهم السي محمد بسطاوي الله يرحمه حتى هو راه ضاع فيه المغرب فواحد المده طويله. عاد حتى العباسي عاد مورا العباسي عاد مورا سميتو خويا السي محمد خويا راه ضاع فيه ولكن خويا على الاقل كيشتغل دابا كاين. كاين، حيت النوع ديال الادوار اللي كيسندوا ليه كاينه موجوده متوفره. يمكن يعني كتولي ديك الساعه المنافسه على الادوار. هذه المخرجين يمكن ما كيتيقوش فيا، ما عندهمش الثقه، كيخاف على الفيلم ديالو الا جاب ليه الشوفي، خاف لانك مشاكس. يمكن مشاكس، وممكن حتى بالنسبه ليه هو ما قنعتوش، وهذا رايه، يعني رايه يحترم. ربما هذا انا عندي السؤال في هذا السياق، الحضور ديالك في الفيسبوك وانك كتبدي الاراء ديالك فيما هو سياسي، فيما هو ثقافي، فيما هو فني، فيما هو، واش هذا في نفس السياق اللي كنت كتحدث فيه، واش هذا كيجعل بانك بزاف ديال المخرجين بزاف ديال المنتجين كيخافوا يشتغلوا معك؟ يمكن انا كيخاف يشتغل معايا داك اللي فيه اللي عنده العجينه يعني في كرشو العجينه، ولكن كيخاف يشتغل معايا. اما الناس اللي كتشتغل معايا وكنشتغل معاهم وكيعيطوا لي وكيثيقوا فيا، ناس اللي كيعرفوا النزاهه ديالتي، نزاهتي في العمل، حيت انا شنو غيربطني معاه هذاك العمل. انا ما غاديش ندير معاه حياه، غنمشي انا وياه نديروا شي حاجه، انا وياه غنشتغلوا في واحد العمل. دونك كيثيق فيا انطلاقا من ذاك العمل اللي غادي سميتو، كيعرف نزاهتي، كيعرف اشتغالي، طريقه اشتغالي، كيعرف شنو الحوايج اللي نقدر نضيف ليه، يعني الكونطرا ديالته واش نوفاها ولا ما نوفاهاش، هادشي كيعرفوا. هذاك اللي كيعرف هادشي راه بطبيعه الحال غادي نشتغل معاه. ولكن داك اللي فكرشوا العجينه تيقول غادي يجيبوا غادي يبدا يقول لي ونقول ليه وداك الشيء، هذاك بعدا اصلا كيتساءل على شي حوايج اللي ما لقى ما شافهاش، ما عايشهاش. اذا تيتساءل انطلاقا من الخوف ديالو من نفسه هو بعدا. اذا ما غاديش نشتغل معاه، ولو اننا نشتغلوا كاع غادي يكون بيناتنا ماشي داكشي ماشي هكاك. اذا الا كان غادي يحكم عليا هو انطلاقا من رؤيه ليا في فيسبوك او لا في الحياه ديالي او لا في كيفاش كنتعامل شخصيا، غادي يحكم عليا بهذيك الطريقه، هذا بغى الزواج، هذا ماشي بغى العمل. حيت راه كنسولوا على الراجل اللي غادي يتزوج المراه، ماشي كنسولوا على واش اشنا هي الاخلاق وداك الشيء. اما في العمل راه كنجيبوا بنادم كيخدم كيشتغل كيعطي داك الشيء اللي غادي يعطيه ويمشي في حاله سيتو. اذا تيجمعنا عمل كيفرقنا، وشنو كيعاود يجمعنا من بعد؟ كيجمعنا داك النجاح ديال داك العمل، كيولي هو اللي جمعنا دائما، تولوا غاديين بهذاك النجاح، لانه كنحقق انا وياه نجاح في واحد لا سميتو. الا كان خايف من الاول مني من هذه المساله هذه، بمعنى ان النجاح ما غيكونش من جهته هو بعدا اولا، عاد من جهتي انا من غادي ندخل وغادي. هذه راه وقعت لي مع واحد المخرج انه اشتغلت معاه وبقينا النهار الاول، المشهد الاول دوزنا تقريبا شي 4 المشاهد، النهار الثاني شي 3 المشاهد، النهار الثالث جا عندي المشهد الاول اللي غادي نصوروا معاه، جا عندي وقال لي كنت عوال ندابز انا وياك. قلت له علاش؟ قال لي لحقاش قالوا لي عليك باللي كتهبز وباللي كتخاصم في البلاطو وباللي كدير وكتفعل وكترك. لا علاش اخويا؟ شكون اللي قال لك هاد الهضره وانت تيقتيهم؟ قال لي والله الا كنت جاي زعما عوال وديركم كريسبي وراجع، المنتج هو اللي جابك، حيت المنتج صاحبك هو اللي جابك وفرضك عليا، وانا قلت انا نجربك. ولكن دابا قال لي عاد عرفت بانه كاين الكفاءه وكاين هذه وكاين هذه وخدمتك كدير خدمتك بلاتي هي احسن وكتمشي في حالك وبخير وعلى خير. قلت له ولكن زعما وانت كنتي متخوف مني وكتصورني، راه صعيب الحال، راه ما غاديش نخرج لك هو هذاك. قال لي لا من هذه الناحيه قال لي كنت مطمئن انه الخدمه ديالتك غاديه مزيانه. قال لي انا كنت كنتسناك دابز في البلاطو ولا تغوت ولا دير شي حاجه باش نوض لك، باش ندابز انا وياك وديك الساعه مشيت.
عجيب زعما بحال هاد الحوايج هادي كتوقع، انت خدام مع السيد وهو ناوي فيك الشر، ناوي انه صعيبه ما الخدمه مع الناس خصهم يكونوا مرتاحين مرتاحين مع بعضياتهم. بعضهم. وهذا علاش كنقول انا كنوجه التحيه لجميع المخرجين اللي ما كيعيطوش لي لانه خايفين من هذه المساله هذه وهما ما مرتاحينش. كنقول لهم انا يعني خذوا راحتكم، انا ما كنشتغل الا في البلاصه اللي غنلقى فيها الراحه حتى انا. السي محمد، انت خريج ليزاداك، الفوج الاول ديال ليزاداك، مجموعه ديال الفنانين اللي كاينين في الساحه دابا، اما في المسرح اما في السينما، فوزي بن سعيدي ومجموعه اخرى. واش كتشوف من وجهه نظرك ان التكوين الاكاديمي والدراسه ضروريه للممثل، ولا خص الموهبه، ولا بجوج؟ لان كاين ناس دخلوا الميدان ديال التمثيل من غير دراسه، جاوا من جهات اخرى. صحيح، لانه شنو اللي وقع لنا حنا في المعهد ثلاثه ديال المراحل اللي دوز المرحله ديال البحث عن الذات اللي هي اللي بدينا فيها حنايا، وحنايا جايين موهوبين اصلا، عندنا موهبه وجينا لانه بغينا نقراو باش نكملوا هذيك الموهبه، نكملوها بما هو اكاديمي، ما هو علمي، ما هو فكري، ما هو ثقافي، ونسقلوها ونصاوبوها. هذا لانه الاغلبيه ديال الناس اللي جاوا ديك الساعه للمعهد ماشي جاوا لانه باغيين وظيفه ولا باغيين شي حاجه، جايين باش يقراو هذاك الفن، يعرفوا اشنا هي الحيتيات ديالو. وبالفعل هذه المجموعه كلها هي خرجت قويه. هذه دابا المرحله الاولى ديال المعهد حتى نقول ديك اخر الثمانينات، هي في 87 بدات، 86 87 وخرجنا حنا في 90، ولكن بقات مستمره حتى لديك 96 98. يعني استمر هذا التفكير هذا من بعد 96 بالضبط. بداو كيدخلوا الناس اللي باغيين غير الوظيفه، غير ما لقاش الوظيفه في لابوست ولا ما لقاش الوظيفه في البوليس ولا ما لقاش، غيتوظف في وزاره الثقافه، غيتوظف في وزاره الثقافه، لقى هذيك الكخينو. دونك الاغلبيه ديالتهم ما كاينش موهبه اولا، ثانيا كاينه النفعيه، جاب النفعيه ديال انه غادي يشتغل، غادي يخدم. حنا راه قالوا لنا في الاول راه ما كاينش خدمه، عندكم يسحابكم راه يجيو تخدموا. هذا قالها لنا عزري، هاد واحد عزري قالها لنا في سميتو، عندكم يسحابكم هنا راه تنوظفوا. ما كنوظفوش، غادي تقرا وتمشي تقلب على خدمه، دير المسرح ولا تقلب على شنو غادي دير، ولا دير الفرقه ديالتك ولا دبر راسك. هادشي اللي تقال لينا حنا في الاول. ما كاينش علاقه في العام هذا كاع. تخرجنا عاد فكرت الوزاره انها توظف الناس اللي معها اللي تخرجوا من عندها يعني حيت ديك الساعه كانت الوزاره محتاجه المنشطين الثقافيين ومحتاجه لي سوسيو سميتو هذا السوسيو سوسيو كولتوريل في المغرب ككل، محتاجه ليه. اذن كونت عليه الناس غادي توظفهم بطبيعه الحال. هنا هذيك المرحله الثانيه جابت هاد الناس هادو اللي بغاو يتوظفوا. من بعد ما بقاش الوظيفه عاوتاني، شكون ولات كتجيب الناس اللي باغيين يجربوا روسهم في هذا الدومين. هنا عطاتنا واحد عاوتاني واحد الجيل جديد من المبدعين كلهم. هذوك دابا دوك الناس ديال بين 96 و 2000 تقريبا الاغلبيه فيهم موظفه وصافي، ما كاينش انتاج حقيقي. ولكن كاينه واحد جيل اخر اللي دابا هو اللي كنشوفوه في الساحه، خدام، اشتغل، تيدير بزاف ديال الحوايج، دي زاكتيفيتي، كيدير مسرحيات، كيدير التياتر دو لا رue، كيدير بزاف ديال الحوايج. ولا واحد الجيل اخر. وهذا الجيل هذا عاونوا شكون؟ هو الجيل اللي توظف. داك الجيل اللي توظف عاون هذا الجيل هذا، ولا الاشتغال بيناتهم. منهم مجموعه ديال الاسماء دابا حاليا، منهم سميتو يعني لطيفه احرار، امين ناصر، طارق الرباح، بزاف ديال الاسماء اللي مشتغله، يوسف العرقوبي، يعني ناس اللي كتشتغل بصح، كتشتغل في الدومين بصح، يعني واحد المجموعه. اذن هذا التكامل هو اللي خلى ان الساحه الابداعيه تعطيها واحد التنوع شويه، ولو كاين الضغط على شي شويه، لحقاش الامكانيات ما كايناش، لحقاش داك الشيء انت كتعرف البنيه التحتيه المسرحيه في المغرب بنيه ضعيفه جدا.
من نهار بدات كتريبوا دور الشباب وحيدوا القاعات السينمائيه وحيدوا داكشي، بدات كتهبط. يعني ما بقاش ديك الثقافه، الاصرار على الثقافه. وحتى الفابور زاد كمل هاد الهبوط ديال الفن المسرحي في المغرب، لانه واحد الوقت كانوا الناس كيقطعوا البيي ديالتهم باش يتفرجوا. دابا كيتسنى تعطيه انفيتاسيون، ولا تعطيه انفيتاسيون يقدر ما يجيش، يقول شي واحد هكاك سير الا بغيتي تمشي واحد المسرحيه تتبيع المجلس البلدي كيصيفط الناخبين ديالو دوك كل ما عندهمش غرض، ماشي جمهور مسرحي، ماشي جمهور مسرحي. كتجي المراه كتجي مع ولادها وتدخلوا للمسرح، ويبقى الولد كيغوت والدراري كذا من هنا وجري عليا جري عليك، والمسرحيه راه هي دايزه وما شغلهمش. اذا هنايا كاين واحد يعني الاستهتار بالفرجه المسرحيه ملي كنديروها فابور. انا كنت كنطالب دائما وكنطالب كنقولوا دي فوالا واخا نبيع العرض مثلا واحد الجهه غندير البي باش حتى الا بغيت نعطي لشي واحد ديك الساعه كنقول ليه هاك راه عطيتك 50 درهم باش تدخل، ها هي 50 درهم يعرف القيمه ديالها، 50 درهم هذه ها هي عطيتها لك باش تدخل، باش يجي يعرف بانه راه انا صدقت عليه واحد 50 درهم باش يدخل يتفرج فيه. سي محمد، في اطار المسرح فين هو الشوبي من المسرح الان؟ اخر ربما مسرحيه شفتك فيها داز هنا مع شويكا. العام اللي فات، العام اللي فات 2016. يعني واش كاين شي اعمال مسرحيه، واش كاين شي، لان كنظن العشق الاول كيضل دائما هو المسرح طبعا. انت اينك الان من المسرح؟ انا لا اعتبره غير عشق فقط، اعتبره حتى هو من دراستي اللي كنعاود نكمل فيها التكوين ديالي، لانه ملي كنشتغل في المسرح كنعاود نروض نفسي، وكنعاود نقلب على احساسات اخرى وعلى تعامل اخر وعلى طريقه اشتغال اخرى مختلفه على، لانه اللي ما كيديرش المسرح في السينما كيبقى نجم فقط، ولكن ما كيرتقيش الى مشخص، يعني يتغير ويغير. دابا حنا عندنا بزاف ديال النجوم ولكن ما عندناش مشخصين، صحيح انهم كتشوفهم هما في نفس الادوار كتشوفهم ما كيبدلش لو ريجيستر ديالو. الور المسرح كيعاون باش انك تبدل لي ريجيستر اللي عندك، بحال تدخل الطوموبيل تعاود تصاوب ليها هذه وتصاوب ليها هذه باش تعاود تطلقها باش تولي مزيانه، باش ما تبقاش الموتور ما يبقاش يدور خاوي، باش بزاف ديال الحوايج. اذا لا ميم شوز بالنسبه لي انا المسرح. وانا بصدد دابا يعني الاعداد لواحد المسرحيه يعني مونودرام شكل ديال يعني سينما مسرح اللي غادي كنشتغل عليها باش نقدمها للجمهور، هذيك غادي تكون من انتاجي ومن يعني ومن اخراجي انايا. انت اخر سؤال، انت اضافه الى كونك ممثل ومشخص، انت مبدع، صدرتي مجموعه قصصيه وكتكتب القصه، واش مازال كاين شي حاجه في هذا السياق، ولا العمل ديالك كممثل خداك من هذا الميدان الابداعي؟ لا بطبيعه الحال انا دابا بصدد يعني راه هي واحد المسرحيه مستنبته على شكسبير، جوج المسرحيات ديال شكسبير اشتغلت عليهم وغادي تصدر ان شاء الله في 20 اليوم القادمه، يعني من هنا رمضان كاع تكون موجوده، راه كتطبع في فاس بطبيعه الحال. كاينه سميتو كاينه مجموعه شعريه، ديوان شعري اللي راه كيتراجع لغويا، داكشي كيتقاد لغويا وكنصاوبوه باش ندفعوا للدعم ديال الكتاب لوزاره الثقافه، وكنتمنى يصدر حتى هو من وراء رمضان ان شاء الله الى تمكننا ان شاء الله. ونتمنوا لك التوفيق سي محمد، وشكرا على انك قبلتي تجي نستضيفك في هذا البرنامج، وتحياتي. شكرا لكم مشاهدينا الاعزاء على متابعتنا في هذه الحلقه التي كان معنا فيها الفنان المتميز محمد الشوبي، والى اللقاء في حلقه اخرى من برنامج مسارات ابداعيه.